لا يمكن للفنان أن يكون بحثه مقتصرا على فنان واحد أو على مدرسة واحدة، لأن الرصيد الغنائي والرصيد اللحني يعني يتكون من خلال الاستماع لمجموعة من المدارس، وهي التي تعطي للفنان استقلالية أدائه الشخصي الذي يعبر عنه، الذي يعبر عن شخصية الفنان فلاني مثلا أو الفنان محمد الخمليشي. في المواويل أو في الغناء الموشحات تحس أن هناك نوع من المدارس تطبع على صوت الفنان، لكن أستمع كثيرا يعني منذ الصغر، وأنا أستمع لسيدة الطرب العربي أم كلثوم، ودائما كنت أحب الاستماع لأم كلثوم. لا أستمع للأغاني المكمولة التي تفوق 40 دقيقة، ليس يعني لطول مدتها، لا، كنت أحس أن أجد أم كلثوم الحقيقية في التقطوقة وفي الأدوار، يعني كتكون جلسات فيها مساحة أكثر للإبداع. فاستمعت لأم كلثوم كما قلت في التقطوقة وفي الأدوار وفي المواويل كذلك. استمعت للشيخ السلطان صالح عبد الحي الذي لا زلت لم أفهم كيف يؤدي بالبراعة التي يؤدي بها رحمهم الله. كذلك أستاذ محمد عبد الوهاب، وكذلك استمع لصباح فخري، وكذلك أديب الدايخ، ومجموعة من الشيوخ المعروفون في قراءة القرآن الذين يضيفون للفنان معرفة جد متمكنة في الأداء. النصوص التي أغنيها في الموشحات في غالبيتها تكون نصوص دينية أو نصوص حتى في الغزل أو في التضرع، لكن غالبا تكون نصوص دينية ليس لموقف ما، لكن فقط لميول للإنشاد، لأنني منشد يعني مادح، فأحاول حتى هذا الموشح أن لا يكون يعني فارضا ذاته عني من ناحية القصائد، فأركز على الاختيارات والإيقاعات القديمة والتي تشكل نغما روحيا. طبعا عند الاستماع ترتفع له الأرواح أو تهتز له الأرواح، ويصير المتلقي رغم محدودية فهمه للموشح، لكن الغناء الصادق والغناء الذي يعتمد على مراحل الأكاديمية التعليمية تصل للمتلقي فيحبها رغم قلة فهمه للمادة التي نسميها بين قوسين الموشحات. هناك ألوان طربية في التوشيح المشرقي تمتاز برونقة كبيرة من ناحية القصائد المكتوبة وبالإيقاعات المركبة، واللي هي تعتبر من أصعب الإيقاعات، لا على الأداء الفردي ولا على الأداء الجماعي. لأنني أتلذذ الغناء التواشيحي، فدائما أحاول الرجوع إلى الأصل ببحثي حول المقطوعات التي لم تسمع أو سمعت قليلا عند المهتمين، وأقوم بإعادة يعني تدريب بها مع فرقتي، أحاول يعني إيصالها للجمهور لأكون مساهما في تنوير الذوق العام في المجال الفني والموسيقي. الله سبحانه وتعالى يعني أعطانا هذه النعمة ديال الميول للموشحات، يعني الاستمتاع بها بالأرواح ديالي ماشي فقط بالاستماع بالأذن. أنا لازلت محافظا أو باحث حول الموشحات شبه مفقودة، رغم أنها هي موجودة لكن موجودة عند المختصين فقط. وهناك يعني واحد التقصير من الأصوات المتمكنة الموجودة حاليا، نتكلم على بلد المغرب، يعني في الأصوات الطروبة المعروفة في المغرب هناك نوع من التقصير، فقط هناك إعادة للموشحات التي اشتهرت.